تتصور كانت النتائج مرضية؟ شخصية سمر من الشخصيات أحد العائلات يعني المحورية الرئيسية بالعمل. الأساس فيه أنه هي امرأة كتير بتحب بيتها وولادها، وعندها طفل عنده نوع من الإعاقة الذهنية، فهي مكرسة كل وقتها لهذا الطفل. بنشوف علاقتها معه من خلال هي السنوات اللي عم تمرق عليهم، كيف هي عم تتعامل مع هذا الإنسان لتوصله لبر الأمان مثل ما بيقولوا. أو طبعا بنشوف من خلال هذا المشوار معاناتها معه ومعاناته هو كمان مع المجتمع. هلا هذا شيء قسم من الشخصية. في الجزء الثاني العلاقة بزوجها، وعلاقتها هي بزوجها، الزوج اللامبالي اللي بنقول عنه بارد بعلاقته الأسرية، حتى مع أولاده، حتى مع زوجته، مع علاقته بالبيت هي علاقة أكل وشرب ونوم فقط. قديش قعدت جلسات مع أطفال معاقين أو ناس معاقين لحتى تقدر تمسك الشخصية صح؟ هلا هي كان في صعوبة، بس ما حسيت فيها للصعوبة، لأنه كان الأستاذ ماهر والمدام يارا والمدام ريم فليحان معي، يعني حتى ما تركوني ولا يوم. نحن وعم ندور على المعاهد ونقعد مع العالم، ورحنا شفنا أكثر من حدا اللي حالاتهم شديدة واللي حالاتهم خفيفة، واللي الرياضيين واللي بيشتغلوا واللي كذا. فقدرت كون خطوط رئيسية للشخصية. طبعا قعدت وحكينا هاي المجموعة شو ممكن يعمل فراس يعني. وهي بالنسبة لي أول مرة باخذ شخصية مركبة يعني بهذا الحجم، فإن شاء الله تكون على خير.